انا قلت لك زي بعض بالله عليك، انت كده حركتني مع الشخطار راح يجيب، وانا اصلا ما كنتش عايز اتكلم معاه ولا السهره معاه ولا اي حاجه خالص. انا زعلان منه اصلا عشان كنت عايزه في مصلحه ومشوار، وهي دي الصحوبيه. نكر مني ونفر ورن على ما بيردش ويقول لي ما هروحش. انا اصلا يا جدع بالله عليك يا اخي، طب ليه الاحراج ده؟ سببت الاحراج كده معاهم كده. يا عم سهله، ماشي سلام. اتفضل. ده يا عم الشيخ. الله وبركاته. عامل ايه؟ حبيبي يا سيدنا، الله يبارك فيك، الله يخليك. اخبارك عامل ايه؟ والله الحمد لله في نعمه، الله يبارك فيك. تمام يا شيخ. اتفضل يا شيخ. اتفضل يا عم الشيخ، الف مرحبا. اخبارك عامل ايه؟ والله الحمد لله في نعمه، والله تمام، الله يبارك فيك. ربنا يعزك. حبيبي يا سيدنا. الله يحفظك. الله يخليك. والله سمعت كده في شد بينك وبين الحاج محمد. والله ولا شد ولا اي حاجه يا عم، ربنا ما يجيب شد وربنا ما يجيب مشاكل. انتوا حبايب واصحاب يا عم ولا اي حاجه. وكمان يعني في صله رحم وفي ايه بس يا عم مش يا عم انا كنت بجوز البيت يا شيخ وعايز الادوات الكهربائيه الكبيره والزناق، قلت له تعالى اضمني في كارد في البنك. ما رضيش. اضمنك ازاي بالله عليك؟ يا عم هتضمني عادي زيك زي الناس، هتجيب بطاقتك وهتيجي اخدك في توك توك على حسابي واوديك هناك عند البنك، هتقدم البطاقه وتمضي ونجيب الكارد ونيجي. يا موضوع باشا سهل. صلى على النبي. صلى الله عليه الهدف وسلم. مش في المواصله ولا الهدف في الموضوع كله كده. انت ده اذى وخراب بيوت. يا عم هذا وخراب بيوت. القرض نفسه اصلا حرام شرعيا وما ينفعش. ده انت بتضر نفسك وخراب بيوت. لا اله الا الله. يا عم ماشي، ما محمد انا جوز رسول البيت، الله. ما انا محتاج له ضروري. انا محتاج له ضروري يا عم، هنحتاج له انا ضروري يا يا عم ابو الشيخ. يزيد، انا بالنسبه لي مع موضوع القرض ده رفضه تماما. ما واحنا عنديش حاجة اخوات بيها. وحبايب. لا احنا اخوات وحبايب. اي حاجه انا معاك فيها، انما في خراب البيوت انا ما اشجعكش. يا عم على الله. هو ده سبب الزعل هو بقى. ده السبب يا عم يعني انت يا الشيخ. حاج عبد الله كنت يعني ربنا ييسر لك الحال، كنت عاوز تروح تجيب قرض، وبعدين الحاج محمد قلت له انا عاوز ايه؟ عاوزك تضمني في القرض ده بس وخلاص. وانت طبعا قلت هجيب القرض هقضي بيه المصلحه ايه؟ هقضي بيه المصلحه بتاعتي. تمام كده يا ابو جوز يزيد؟ البيت. انا يا شيخ لو راضي له الضرر هشجعه على ان هو يجيب القرض. يعني انا لو حابب له ان هو الموضوع ده يمشي معاه، ده خراب بيوت. طب صلى على النبي صلى الله عليه يعني وسلم. هو ده سبب الزعل بينكم يعني. هو ده السبب. طب احنا بقى نقول لكم حاجه بسيطه. اول اتفضل. حاجه ما ينفعش نخاصم بعض. ما ينفعش ايه؟ نخاصم بعض. تمام. نخاصم بعض. تمام. دي حاجه، الحاجه الثانيه احنا الاصل انني كراجل مسلم بدور على اللي يرضي ربنا واعمل. بدور على اللي يرضي ربنا ايه؟ واعمل. فاللي انت بتقول يا احمد عبد الله ما ينفعش كده. ما ينفعش ان انت تروح تجيب قرض، والقرض ده في حد ذاته عباره عن مال انت بتاخده وتسدده زياده ايه؟ وبتسدد زياده مال. والزياده اللي انت بتسددها مال دي يا حاج محمد تمام اسمه ايه؟ اسمه في الشرع ربا. انا بقول له كده. اسمه في الشرع ايه؟ اسمه في الشرع ربا. يا اخوانا الربا ده امر كبير قوي، ربنا يكره كره عظيم. تخيل بقى لما رب سبحانه وتعالى يقول كده في القرآن في سورة البقرة سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا أي الذين يأكلون أي يطعمون الربا. اللي بيأكل الربا ده بيطعم الربا ده بيقبل الربا ده لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. العلماء يقولوا عامل بالظبط زي المجنون. عامل بالظبط زي ايه؟ زي المجنون. والمصيبه بتاعته ده في الاخره بقى كمان. وبعدين ربنا قال لنا الربا ده كمان فيه مصيبه كبيره قوي. الربا ده كانك بتحارب ربنا. فكون ان انت مثلا تقول له تعالى عشان تضمني، لا ده من حقه يخاصمك. من حقه ايه؟ من حقه يخاصمك. انا زعلت منه عشان كده. لا يخاصمك، لا لانه كده لو راح معاك يا عم عبد الله يبقى كده بيعينك على معصيه، يبقى بيعينك على شر. يبقى انت الاصل يا حاج عبد الله لما تيجي تدور على باب تحل بيه مشكلتك ما تروحش للحرام. انت بتدور على حاجه تحل بيها مشكلتك، في حلول كتيره. وربنا لو شاف عندنا يعني بندور على الحل اللي يرضيه هيعيننا. لكن اما كون ان انا اروح واستسهل واروح اجيب قرض من المكان الفلاني، او واحده مثلا تروح تجيب قرض من المكان الفلاني عشان تجوز بنتك، او عشان مش عارف تزود مش عارف الايراد بتاعها، او مش عارف عشان تشتري او عشان تعمل، يا اخوانا ده لا يرضي الله عز وجل. لان في الاخر ربنا قال ايه؟ ربنا قال فاذنوا بحرب من الله ايه؟ فاذنوا بحرب من الله وايه؟ ورسوله. يبقى انت كده كون ان انت هتجيب القرض ده الربا ده ربنا بيقول كانك بتحارب مين؟ كانك بتحارب ربنا سبحانه وتعالى. فالاصل لا احنا نصالحكم على بعض، لان ما ينفعش نخاصم بعض. والحاجه الثانيه يا عم عبد الله تنوي ان انت ما تروحش للباب ده تاني ابدا. تنوي ان انت ما تروحش. ونصيحه يا اخواننا الله عز وجل ما حدش يستسهل الابواب دي. لما نستسهلها الابواب دي بتدخل على البيوت بايه؟ بتدخل على البيوت بالشر. واي درهم نبت اي بدن في الجسم نبت من سحت، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟
قال فالنار اولى به. صلى الله عليه فالنار وسلم. اولى ايه؟ أولى به. فيبقى خراب على البنت لما تتجوز بسبب القرض اللي جبناه، ويبقى خراب على الاولاد في البيت بسبب الايراد اللي اشتريناه من القرض، ويبقى نكد في البيت وهم ما بين الراجل ومرته، ويبقى كل ده يا اخوانا بسبب ايه؟ بسبب ان احنا استسهلنا القروض ورحنا جبناها وقلنا هتحل بيها ايه؟ هتحل بيها المشكله. لا ضروري ناخد بالنا من الامر ان شاء الله. الله نسال يبارك ان لك ربنا يا شيخ. يكرمنا ويشرح صدورنا ويهدينا يا رب. خلاص يا دي كده رجاله، اسمها تخاريب يا عم الشيخ بقى. تخاريف فعل، تخاريب والله. حقيقه والله تخاريب دي فعلا. يا رب على يستر، رايك الله والله. يبارك لك. مش عايزين يا اخوانا نروح لتخاريب دي خالص، ولا عاوزين يا نروح شيخ لاي انا باب نصحته، قرض إن ده شاء الله. راجل اخويا وصاحبي، ربنا الله يكرمك. انا يبارك لك يا نصحته عم للصح الشيخ. الله برضه. يكرمك. اجيب له الشاي. الله يكرمك يا اخي. ماشي يا حاج عبد الله، ربنا يجازيك خير يا اخي. فانا ما رضيتلوش الضرر وخراب البيوت. ربنا هل انا يحفظك. كده غلطان؟ لا انت عندك العاب والله. متشكرين. خلاص شاي، ده دليل شاي، الصبح يا شاي، حاج. تمام. شاي، ده شاي. دليل ايه؟ مظبوط. ده مفيش حاجه ان شاء الله. مفيش حاجه ان ان شاء شاء الله. الله مفيش حاجة. ما نروحش التخاريف دي تاني. بإذن الله. ربنا يجازيهم خير. الله رسالة المحبه يبارك لك. بينك. الله يخليك. اتفضل.